أجدو ترحب والتحية الصباحية على كل مستمعينا الأوفياء، وخاصة العاد التحقوا بنا اللحظة في أولى فقرتنا، فقرة تجميل. غادي نكملوا في أهم الأقنعة الطبيعية البسيطة جدا في المكونات واللي ممكن أنكم تستافدوا منها. البارح تكلمنا على بعض الأنواع ديال الأقنعة المناسبة، يعني كتبريمة الجسم أو لا كتقشير للبشرة والعناية بالفم وداك الإسمرار ولا الكحولة اللي كتكون في المحيط ديال الفم. ودابا غادي نمشيو يعني العناية بالانواع ديال البشره. غادي نبداو بالقناع اللي هو مناسب باش نقيو ونظفوا به البشره ديالنا. هذا القناع ممكن تستافد منه كل السيدات وكل الفتيات، يعني بكل انواع ديال البشره ممكن انهم يستافدوا من هذا القناع اللي هو للتنقيه والتنظيف البشره. غادي ناخذوا نص كاس صغير ديال الحليب يكون سائل مع معلقه صغيره ديال زيت الخزامه ومعلقه كبيره ديال العصير ديال الليمون. غادي نعاود ناخذ معلقه ديال العصير ديال الليمون تكون كبيره، تكون يعني العصير ديال الليمون نعصروه واحد الليمونه صغيره نعصروها ونخلطوها مع معلقه صغيره ديال زيت الخزامه راه متوفر، وغادي نجمعوه هاد العصير ديال الليمون مع زيت الخزامه غادي نجمعوه بكاس صغير ديال الحليب. ومن بعد كنصحوا هاد الخليط على الوجه ديالنا وكنخليوه حتى كينشف عليه، يعني تقريبا واحد ثلث ساعه 20 دقيقه. عاد ديك الساعه كنغسلو بالماء دافي وكنشفو مزيان وكندهنو بزيت من الزيوت اللي عندنا في الدار واللي هي معروفه بالفائده ديالها التجميليه على حسب النوع ديال البشره ديالنا. فهذا قناع فعال ومناسب لكل انواع البشره، ممكن انهم ينظفوا وينقيو به البشره ديالهم. وكيف قلنا معلقه صغيره زيت الخزامه مع معلقه كبيره د عصير الليمون مع نص كاس صغير ديال الحليب السائل كيتخلطوا مزيان وكنوضعوهم على البشره ديالنا. بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من البشره متعبه، كيحسوا على ان البشره ديالهم فيها واحد العياء، ما كاينش واحد الانتعاش بالنسبه للبشره، فممكن على انهم يستعملوا هذا القناع مناسب للبشره المتعبه. غادي ناخذوا 2 معالق صغار ديال دقيق الشعير مع 2 معالق صغار ديال العسل، 2 معالق صغار ديال الحليب السائل، و2 معالق صغار ديال النعناع يابس مفروم رقيق. هادو هما 4 المكونات الفعاله للعنايه بالبشره المتعبه. ولا غادي ناخذوا واحد الاناء صغير، غادي نخلطوا دوك 2 معالق صغار ديال دقيق الشعير، غادي نضيفوا ليهم 2 معالق صغار ديال العسل، نضيفوا كذلك 2 معالق صغار ديال النعناع مفروم يكون يابس، و2 معالق صغار ديال الحليب. الا ما كانش الوريقات ديال النعناع يابسين ممكن اننا ناخذوه طري، يعني وريقات منه جهد ديال 2 معالق صغار وغادي نقطعوه رقيق. وهو من الافضل ان نستعملوا النعناع يكون طري، وكنعرفوا على انه النعناع حتى هو من بين يعني المواد اللي المكونات اللي هي طبيعيه وفعاله جدا للتخفيف من هذوك التورمات اللي تيكونوا تحت العين، وبالتالي كيساعد حتى في ازاله هذاك التعب من على البشره.